السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير، كل سنة وانتم طيبين. طبعا أنا بعتذر على الفيديوهات اللي متأخرة، المفروض كنت عملت الفيديوهات دي من بدري، بس يلا بقى معلش. كان الموبايل كان بايظ، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله اهو. هنرجع بإذن الله نصور معاكم فيديوهات حلوة بإذن الله في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. مبارك عليكم الشهر يا رب، وإن شاء الله يكون شهر كده كله خير وبركة. وانتوا عارفين طبعا الشهر الوحيد اللي بيجري. يلا الحمد لله. بصوا هنعمل مع بعض النهاردة الفول المدمس. بصوا انا الفول معايا. طبعا انا اهم حاجة هجيبه انقيه نص كيلو فول، يعني تقريبا كوبايتين. ماشي، وهنبدأ كده نجيب لهم مية طبعا من الحنفية، وهنبيته ليلة. وهنشيل بقى كده كام واحدة كده كانوا على الوش، دول بيكونوا فاضيين يعني ملهمش لازمة، فبنشيلهم بعد ما نقي كويس جدا. فطبعا هيبات ليلة من الصبح، من بالليل للصبح، او من الصبح لو انت حابة تعمليه ايه اخر النهار. هنا بصوا الفولة تضاعفت حجمها اهي، ما شاء الله اللهم بارك، وجميلة وبيضة وحلوة جدا. لانك لما بتروحي عند العطار بتقولي له انا عايزة فول للتدميس. فول بلدي للتدميس حلو، بيكون لونه افتح من الفول اللي هو الغامق شوية. ومعايا هنا 3 معالق من العدس الاصفر منقوعين ومغسولين كويس، ومعايا جزرايه مبشوره وطماطمايه. هنشوف بقى مع بعض كده. هنجيب القدره بتاعتنا، انا كنت عامله الطريقه دي رمضان اللي فات، يعني معتمداها وحلوه جدا جدا. تمام. هنجيب مع بعض كده القدره بتاعتنا، وان شاء الله هنشوفه طبعا في اخر الفيديو حلو جدا. هنحط كميه من الفول، تمام، وهنحط شويه من العدس وشويه من الجزر في النص كده الفول من تحت يعني. نحط بقى اللايك ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. ولو لسه ما اشتركتيش معانا اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني فيديوهات بإذن الله. بصوا كده هنحط ممكن تحطي رقات، او ممكن تحطي كمية الجزر والعدس في النص. تمام اهو. في كذا طريقة والله، يعني طالعة كده بالبليلة ومش عارفة ايه. انا بصراحة ما جربتش اي حاجة. انا كل اللي جربتها عشان معتمداها ومجرباها قبل كده، فانا لازم خلاص اعملها. لكن حاجة تانية بصراحة ما بحبش اجرب. هو عادي نجرب، بس لا بليلة وبتاع لا، هو حلو قوي اللي احنا يعني متعودين عليه. تمام. انا طبعا هنا متأخرة في الفيديوهات زي ما قلت لكم، غصب عني. كان المفروض نزلت الفيديوهات دي قبل كده. هنا حطيت نص كمية الفول، وحطيت العدس، وحطيت الجزر. هنكمل بقى بقية الكمية. وهنحط كده طبعا معانا طماطمية هنا نقطعها ونحطها على الوش. بصوا سليمة يعني، مش لا هنعصرها ولا اي حاجة. هنحط هنا طبعا في المرحلة دي مية سخنة، اهم حاجة مية سخنة. تمام، عشان الفول معانا ما يجلدش. بصوا هنحط كده المية السخنة معانا واحدة واحدة، وهنملى القدرة بتاعتنا. وطبعا آه حاجة كده انت عاملاها في البيت وضمناها. انا قلبته بس كده، اديته تقليبة عشان يبقى حلو. بصوا بقى هنا على يعني اصغر شعلة عندي على البوتاجاز. وهنهدي يعني اول مرة، يعني اول ما نحط كده على طول. تمام، هنسيب النار عالية شوية. وهنا هنغطيها. طبعا انا لفاها هنا بورق قصدير عشان خاطر تبقى كتمالي الحرارة كويس. واول ما يغلي معانا باذن الله هوريهولكوا. بصوا يعني انا معليه البوتاجاز شويه. ماشي. اول ما يبدا يغلي معانا بقى ان شاء الله هنبدا نهدي النار. انا هنا نقلته على الناحيه دي يعني عشان كانت الشعله اللي ورا نصها والع والنص التاني لا، عشان كنت مجهزه البوتاجاز بقى على دخول رمضان وعاملاه بالملح الليمون وكده، فالعيون عندي ما كانتش ايه شغاله كويس. بصوا الفول جميل بسم الله ما شاء الله. هو كده خلاص كان داخل على السوا. ولو نقص منك ميه ولسه ما استواش مفيش مشكله، نزود ميه. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه ميه تكون سخنه. هنا خلاص كان قرب خلاص يستوي كده قبل ما ننزله يعني بنص ساعه. هنعمل ايه بقى؟ هنا هنجيب معلقه من النشا، معلقه كبيره نشا، ومعلقه كبيره صلصه طماطم. تمام اهو، اي نوع صلصه انت حباه. تمام. وهنحط معانا عصير نص ليمونة، ونص كوباية مية سخنة. حلو كده. لحد كده مفيش اي مشكلة خالص. طبعا احنا هنعمل الخطوة دي قبل ما ننزل قبل ما ننزل الفول من على البوتاجاز بنص ساعة. يبقى معانا معلقة كبيرة نشا، معلقة صلصة طماطم، عصير نص ليمونة، ونص كوباية مية سخنة. هنقلب طبعا كل المكونات اللي معانا دي، هنقلبها كده تقليبة حلوة. بصراحة هيديكي القوام حلو، هيبقى عامل زي الفول بتاع العربيات بتاع الشارع بالظبط، يعني فول المطاعم.
تمام اهو. الخليط كده اتقلب معانا، هنبدأ ننزل كده واحدة واحدة اهو زي ما انتم شايفين كده. هيتقل بقى معانا القوام بتاع الفول ومية الفول، وهيبقى طعمه حلو جدا. زي ما قلت لكم جربوا وشوفوا يعني. زي ما انتم شايفين كده الفول بصراحة شكله هتشوفوه في الاخر شكله حلو جدا. بصوا احنا هنا خلاص كده هنغرف بقى الفول بتاعنا. يا جماله يا جماله، بصراحة حلو جدا. ان شاء الله تجربوا الطريقة بتاعتي وتعتمدوها، وان شاء الله بإذن الله هيعجبكم. بصوا زي الزبدة. انا بس يعني عشان خاطر طبعا عاملاه قبل السحور بكتير، يعني الفيديو هينزل لكم قبل، يعني عاملاه قبل السحور، فعشان كده ولا هنهرسه بقى ولا هنقدمه معاكم غير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام زي ما انتوا شايفين الفولة سليمة مش مهروسة، بس طعمه حكاية. انت بقى حطي بقى الطحينة عندك، حطي ليمون، عايزة تهرسي وتعمليه بالبيض مفيش مشكلة، اي حاجة عندك ممكن تعمليها. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله فيديوهات تانية كتير طول شهر رمضان الكريم. اشوفكم على خير في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.